شوربة الحريرة المغربية. الوصفة اليوم من المغرب، سويت هاي الشوربة كم مرة بالبيت وكلش حبوها وقلت لازم أنزلها. طيبة كتبغوها بالزيف. بجدر على النار نضيف السمنة وبعدين نضيف البصل ونقلبه شوية إلى أن يذبل، ونضيف قطع لحم مكعبات ونقلب بس يتغير لونها. نحط باقي البهارات، كتبت لكم كل مكوناتها تحت الفيديو. هسه بلشت الروائح الطيبة تطلع. ندير نص كمية الكرفس والمعدنوس والكزبرة وعلبة طماطم مقشرة ومقطعة ومعجون طماطة ونحمسهم كلش زين، وندير العدس البني. هسه راح ندير المي الحار. نغطيها ونتركها نص ساعة على النار تنطبخ. آخر شي حطيت شوية ملح ومكعب مرقة الدجاج، طبعا ذولا نسيت أحطهم بالبداية، وحطيت حمص مسلوق وجاهز وشوية شعرية. ونحط خليط طحين ومي. شوربة الحريرة المضبوطة يحطوا لها هذا الخليط، أكو ناس ما يحطوه بس أني أحسها كومة أطيب وياه. ونتركها بعد فد ربع ساعة على النار وتكون جاهزة. من أطيب الشوربات اللي ماكلتها بحياتي.